نعم. شيخنا الجليل، الأخ أبو عبد الله من البحر الأحمر يسأل عن سيف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، سيف ذو الفقار، يقول أين هو الآن؟ هو عند مولانا وسيدنا صاحب الأمر صلوات الله عليه. هذا السيف أنزل من السماء وأهداه جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان سيفا لرسول الله في بدو الأمر، وسلمه رسول الله صلى الله عليه وآله لأخيه أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكان معه طوال حروب رسول الله صلى الله عليه وآله. وبعد إذن توارثه الأئمة الأطهار بدءا من الحسن فالحسين فزين العابدين إلى مولانا وسيدنا ولي الأمر صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. وحين يظهر ولي الأمر عليه السلام سيكون حاملا لهذا السيف المعجز الإعجازي. وللعلم يقال أنه هنالك سيف ذو الفقار موجود في متحف من متاحف تركيا، والذي عليه هذا الرسم اللي هو نفس اللي تحت العلم مالنا، هذا ليس سيف ذي الفقار، هذا ليس السيف ذو الفقار نفسه، هذا لا، هذا أيام سلاطين بني عثمان يعني الأتراك، كانوا كثيرا ما من أجل تفخيم شؤونهم يزعمون أن المتعلقات النبوية قد حازوها، لأنه سلالة آل عثمان الذين أعلنوا أنفسهم خلفاء أيام الخلافة العثمانية كانوا يعانون من عقدة نقص تتمثل في كونهم غير قرشيين، ولأنهم غير قرشيين فحسب مذاهب البكرية الإمامة في قريش. سابقا كانت الدولة الأموية طيب قريشيين على الأقل الأمويون، العباسيون كذلك قرشيون على أساس يعني لا يتسمى أحد بأمير المؤمنين إلا كان قرشيا عندهم خليفة، يعني آل عثمان ليسوا قريشيين، فقسم منهم قاموا بالحيلة المعروفة، الحيلة اللي فعلها صدام وغير صدام، أنه يأتون بتشجير للنسب يصلهم بماذا؟ بالسادة أو بالعلويين ومن شاكل. هؤلاء جاءوا بتشجير للنسب، دفعوا لبعض النسابين حتى يلحقونهم بقريش، ما انطلت هذه على الناس، فلتفخيم شأنهم أكثر أو لإسباغ الشرعية على أنفسهم قالوا إن المتعلقات النبوية صارت بحوزتنا، يعني مثلا عمامة النبي، ما أدري رداء النبي، شعر للنبي، ثوب الزهراء أحسنتم عليه السلام موجود في المتاحف، روحوا شوف في تركيا على أساس هذا ثوب الزهراء، وحتى الطاحونة اللي تطحن بها الزهراء عليه السلام مثل الرحى، وما أدري سيف ذي الفقار خليه هناك، وما أدري كذا أشياء، يعني يقولون أنه هذا كلها ماذا؟ من المتعلقات النبوية، يعني يتعلق بالنبي وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام. هذا كله غير صحيح. هذا لما قام مصطفى كمال أتاتورك بالانقلاب على الحاكم العثماني فتح خزائنه وأخذ هذه الأمور جعلها في المتاحف. هذه القصة كلها، هذه كلها يعني ليس شيء آخر. فسيف ذو الفقار هذا موجود عند مولانا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. وللعلم حتى هذا الشكل السيف الآن اللي موجود هذا على العلم واللي موجود في تركيا اللي له بالأخير يعني ضابطين منقسم إلى قسمين هكذا، هذا مو معلوم هذا هو كان شكل سيف أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه ذو الفقار يعني مثل فقار الظهر، شلون فقار أكو هكذا فيه فقار، فليس معلوما أنه هكذا يكون بالضرورة. هذا تخيلي أقرب لأن يكون رسما أو مجسما تخيليا، ليس معلوما أن يكون السيف على هذا الشكل تحديدا يعني.